بدك تعرف إيران ليش دعمت الشعب الفلسطيني؟ أول دعم كان للشعب الفلسطيني بعد ثورة الخميني الملعون بحصار وحرب المخيمات في لبنان من ال 85 لل 87، جعلوهم يأكلوا أوراق الشجر، أكلوا القطط، شربوا بولهم عطشا، كتبوا على الجدران: من يقتل فلسطيني يدخل الجنة. هذا الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني. أما الدعم الثاني كان بعد الغزو الأمريكي للعراق، توجهت الميليشيات الإيرانية مباشرة إلى حي البلديات الفلسطيني في بغداد، قتلوا أهله وهجروهم إلى 4 مخيمات: مخيم الوليد والتنف والهول ورويشد. لم تستقبلهم إلا تشيلي والبرازيل. أما الدعم الأخير كان بحصار المخيمات الفلسطينية في سوريا، كانت تخدم الكيان. أول حصار كان في مخيم اليرموك ومخيم فلسطين ومخيم درعا ومخيم حمص ومخيم الرمل في اللاذقية، قتلوا وشردوا أكثر من 500 ألف فلسطيني. هذه هي حقيقة الدعم الإيراني للفلسطينيين، هذه هي حقيقة إيران. لعن الله الخميني الذي بفتوى منه قتل الشعب الفلسطيني في المخيمات اللبنانية. لعن الله الخمينئي الذي حوصرت وقتل الشعب الفلسطيني في سوريا بأوامره. لعن الله كل من يوالي إيران ويقف مع إيران ويطالبنا أن نقف مع إيران لأن صواريخها هي انتقام لأهل غزة. كيف هذا وهي 4 سنوات غزة تذبح ويقتل أهلها ويشردون؟ أين كانت هذه الصواريخ عنهم؟ إنهم مجرمون، مشروعهم صفوي استئصالي يريد أن يستأصل أهل السنة، كمشروع الصهيوني اليهودي الذي يريد اجتثاثنا من المنطقة. هم الاثنين عدو لنا، اللهم لعنهم واجعل بأسهم بينهم شديد.